أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في أولى موعدنا الرياضي على راديو لوسفام. البداية بكأس العرب قطر 2025. المنتخب الجزائري حسم البارح صدارة المجموعة الثالثة بعد ما حقق انتصار ثمين على نظيره العراقي بنتيجة 2-0 في اللقاء الختامي للمجموعة. مدافع الترجي الرياضي محمد أمين توغاي افتتح التسجيل لصالح الخضر مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 قبل ما يضيف العراقي سعد ناطق هدف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، مانحا محاربي الصحراء أفضلية مريحة عززت حظوظهم في التأهل كمتصدر. ذكر أنه المنتخب العراقي يلعب منقوص عدديا بعد إقصاء مدافعه منذ الدقائق الأولى من المباراة. في اللقاء الثاني ضمن المجموعة نفسها، المنتخب البحريني نجح في التفوق على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليختتم مشواره في الدور الأول بانتصار معنوي. وبالفوز هذا رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط وضعته في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أسود الرافدين عند 6 نقاط في المركز الثاني. المنتخب الأردني اختتم مباريات الدور الأول من كأس العرب بفوز عريض على نظيره المصري ب3 أهداف مقابل 0 ليؤكد تفوقه. يواصل مشواره بثبات. أهداف النشامة جاءت عبر كل من محمد علي حشيش وأبو زريق شرارة اللاعب السابق للترجي ليسجلوا أهدافهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول قبل ما يضيف علي علوان الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4. بالانتصار هذا رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 9 نقاط كاملة بعد 3 جولات مثالية، فيما ودع المنتخب المصري المنافسات من الدور الأول بعد اكتفائه بزوز تعادلات وهزيمة. وفي نفس المجموعة نجح المنتخب الإماراتي في ضمان مكانه في ضمن الربع النهائي بعد فوزه على منتخب الكويت ب3 أهداف مقابل هدف واحد. المدرب محمد العرعوري أكد انتهاء العلاقة التعاقدية اللي جمعته بشبيبة العمران بسبب الاختلاف في وجهات النظر مع الهيئة المديرة حول تركيبة الرصيد البشري. العرعوري أوضح أنه اقترح انتداب عدد من الملاعبية في الميركاتو الشتوي مع الاستغناء على آخرين ما قدموش الإضافة، غير أنه مطالبه تم تجاهلها. وحسب آخر المعطيات فإنه المدرب أمين الباجي بشخلف العرعوري في تدريب الفريق. ذكر أنه العمران تحتل المركز 11 في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 16 نقطة بعد مرور 15 جولة. بعد اجتماع بين والي بنزرت وهيئة الدعم للنادي الرياضي البنزرتي تم الاتفاق على تركيبة الهيئة التسييرية للمرحلة القادمة إلى حين تحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية. تركيبة ضمت كل من رياض مقداد كرئيس، نائب رئيس أول رافع المدايسي، نائب رئيس ثاني رياض بن رمضان، وصابر بن بركة ككاتب عام. في الهاند الرابطة الوطنية أعلنت عن تعيينات مباريات الجولة 18 من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية نهار السبت 13 ديسمبر الساعة 2:30. الترجي الرياضي يستضيف في لقاء ديربي العاصمة النادي الإفريقي. الأربعة نادي كرة اليد بقصور السيف، نادي كرة اليد بجمال بعث بن خيار، جمعية الحمامات، الملعب التونسي نصر طبلبة، نادي سقيت زيت سبورتينج المكنين، والخمسة بتاع العشية النجم الساحلي يستقبل مكارم المهدية. نختم أخبارنا بالرياضة العالمية ونتائج أبرز مقابلات البارح. نحكي على الشامبيونز ليج الأوروبية. كايرات الماتي انهزم أمام أولمبياكوس 1-0. 3-1 للباير مانشن أمام سبورتينج لشبونة. 2-1 لأتلانتا بيرغامو أمام البلوز تشيلسي. 1-0 لموناكو على حساب غالاتا سراي. يونيون سانجلواز انهزمت أمام أولمبيك مارسي 2-3 مقابل 2. البي اس في ايندهوفن الهولندي خسر
بنفس النتيجة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني. البارسا يقلب الطاولة البارح في الكامب ناو أمام إنتراخت فرانكفورت، وبعد ما كان متأخر في النتيجة واحدة بلاش ينتصر 2 مقابل 1. 3-0 لتوتنهام أمام سلافيا براغ. وإنتر ميلانو ينهزم في الجوزيبي ميادزا في لقاء القمة أمام ليفربول بهدف سوبوسلاي من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية اليوم. كل الأخبار تلقاها على صفحة سبور باي